فيلمنا اليوم بعنوان بيار امبوسيبل، الحب مستحيل. كيبدا الفيلم مع ابهي شارما وهو في لافاك وكيقول لراسو انه مهم حيت كيخلي اي حاجه طرا. ضحكني صراحه، دقي واحد ما عنده شخصيه وكيخرج للدراري التمارين وكيبغي اجمل وحده في لافاك اليشا اللي هي اصلا ما كتعرفوش شكون هو. واخا ابهي ما كيعرفش يلبس وما زوينش ولكن ذكي بصح، هو كيبغيها ولكن كيشوف راسو ما مناسبهاش. هو براسو كيقول هاد الهضره وكيقول بلي هاد الحب مستحيل، ما عندوش ريحه الامال. واحد الليله اليشا وهي راجعه من الحفله مع صحاباتها كثرت من الشراب وقال ليها راسها تمشي فوق الجسر وهي ما كتعرفش تعوم وهي طيح في الماء وكانت غتغرق. وبالصدفه ابهي تا هو كان تماكين، ايوا هو اللي نقذها وجاو صحاباتها داوها. ضحكني ابهي على نيتو مسكين، قال راسو المفروض كان خاصها تبغيني حيت نقذتها. الغد لين دا معاه الورد ومشى يشوفها، ومن زهرو العوج لقى باها كيتصادع معاها. كان مقلق بزاف، قرر يخرجها من القرايه. ايوا صحاباتها ما خلاوش ابهي يشوفها، خلى ليها الورد قدام الباب ومشى في حالته. واليشا اصلا ما عاقلاش عليه حتى كيف داير. ابهي من ورا هادشي قرر ينساها. دازت 7 سنين على هاد الموقف، وابهي في هاد المده حصل على بزاف الجوائز في حياته. كان مكرس حياته غير القرايه والتكنولوجيا. ابهي عايش غير هو وباباه اللي هو نسخه طبق الاصل منه، كما كيقول المثال ومن شابه اباه فما ظلم. ابهي كان كيقول باباه باللي عنده اجتماع على ود البرنامج ديالو مع شي مستثمر. قال له باباه كنت تجي عندي بزاف صحابي في هذا المجال وكنت غنعرفك على شي واحد منهم. قال له كيف ما انت بديتي بوحدك حتى انا بغيت نبدا بوحدي، بغيت نكون في حالك. قال له باباه الا احتاجتي شي حاجه انا هنا. وهو يجبد معاه موضوع اليشا. قال له 7 سنين وانت كتبغيها، راه كاين فرق بين الحب والهوس، خاصك تنساها. الحاج مسكين خايف على ولده، خايف يبقى بلا زواج ويحرمو يكون جد. المهم مشى ابهي للاجتماع اللي كان مع واحد السيد سميتو سيد هارت، وباينه تايق في راسو. بدا كيوريه البرنامج اللي 7 سنين هو كيطور فيه. قال له سيد هارت البرنامج ديالك واعر، ولكن قبل ما نستثمر فيه خاصي الملفات الاصليه ديالو. ايوا عيط لباباه يتشاور معاه. باباه قال ليه ما تعطيه والو تيوقع معاك. ايوا ابهي مشى عند السيد وقال لي هاد الهضره، قال لي ما نقدرش نعطيك الملفات. وسيد هارت رفض يستثمر فيه. من ورا 2 اسابيع ابهي عرض البرنامج ديالو على مستثمر اخر، وتما اكتشف باللي كاين شركه في سنغافوره عندها نفس البرنامج. خدا سميت الشركه من عند المستثمر ورجع للدار، حل البرنامج ديالو وقلبه. تما عرف باللي الملفات تاع البرنامج دارت منه نسخه، يعني سيد هارت شفرو وغيعاود يبيع البرنامج ديالو. باباه قال ليه انا اللي خليتك ضعيف بحال هكا، كان يسحب ليا هكا غنحميك. قال له الا تخليتي على البرنامج ديالك غنبقى نبغيك، ولكن الا مشيتي لسنغافوره ورجعتيه انت غتكون فخور براسك. ايوا انت قرر. ابهي سافر لسنغافوره، مشى للشركه وسول على سيد هارت، ما لقى حتى شي واحد عندهم بهاد السميه. عيط لباباه وقالها ليه، قال له اطرا لي طرا خاصك ترجع البرنامج. قال له ولكن الا ما لقيتوش والا الشركه صدرات البرنامج اشنو غندير؟ قال له تهدن وغمض عينيك وتنفس مزيان. داكشي اللي دار. قال له ايوا دابا تخيل شي حوايج زوين كيعجبوك بحال البيسيات مثلا والهبيل، تخيل معاهم تا اليشا. وهو يقول باباه تا اليشا. قال له هي تا هي معاهم. وفعلا غير حل عينيه لقى اليشا قدامه. قال باباه راه كنشوفها قدامي بحال الا تكون حقيقيه. قال له باه راه قلت لك حل عينيك. قال لي راني حالهم. قال له ايوا اليشا شنو كدير؟ قال لي ابهي راه دخلت للشركه. قال له ايوا تبعها هي اللي غتوريك الطريق. ايوا مشى ابهي عند البنت تاع الاستقبال وقال لها خاصي ضروري نشوف شي حد دابا. ايوا صيفطاتو المدير العلاقات العامه، وعاوتاني كتبان لي اليشا خبطت فيه ودخلت المكتب ديالها. صدقت هي مديره العلاقات العامه. هاد الوقت كامل ابهي مسكين صاحب لي كان كيتخيل. صدقت بصح تفاجئ، وحيت ابهي ما كيخبي حتى حاجه على باه مشى عاود ليه كلشي. قال له 7 سنين وانت كتبغيها، سير هضر معاه. تقدر ما تعرفكش ولا تصرفقك كاع، ولكن على الاقل غتعرف الوضع ديالك، زعما غتعرف يديك من رجليك واش تبقى تبغيها ولا لا. ايوا شافها شد الطاكسي. ايوا حتى هو شد الطاكسي وتبعها. دخلت لدارها لقات بنتها باركه وكتشيع على المربيه. قالت ليها المربيه بنتك وحش، انا ما بقاش خدامه عندك. وابهي كيبرد عليهم من الشرجم وعرف باللي اليشا ام مطلقه عامله. بان ليا بنتها تانية
كدير هاد الشغب كامل غير حيت محتاجه الحنان ديال ماماها ومحتاجاها دوز معاه بزاف ديال الوقت. ولكن انيشا خدامه وما تقدرش دير هادشي. ايوا عيطات الوكاله ديال المربيات باش يدبروا لها على وحده اخرى. قالوا ليها هادي راه خامس وحده في هاد 3 شهور، حتى وحده ما غتبغي تخدم عندك. بقات كتطلب فيهم. ايوا قالوا ليها غنشوفوا الا قدرنا نصيفطوك شي وحده مع الجوج، الا جاتك هي هذيك، الا ما جاتكش راه ما نقدروش نصيفطوك شي وحده اخرى. وبالصدفه ما يصوني عليها غير ابهي مع الجوج يسحب ليها هو المربيه الجديده. تفاجات ملي لقاتو راجل يلا كان غيمشي وهي تقول لا لا غير بقى غنعرفك على تانية. ما خلاتوش حتى يشرح ليها. كانت زربانه بغات ترجع للخدمه وعطاتو واحد لائحه ديال الاعمال يديرهم، وقبل ما ترجع هي للدار حتى بنتها ملي شافتو قالت لها راجل. قالت لبنتها تعاملي معاه مزيان وزادتو خلاتو. اما تانية ماشي دريه جنيه ندماتو على حياته. قال ليها خليني غير حتى تجي ماماك وغندير لك اي حاجه بغيتي. ايوا بهدلاتو مسكين، رجعتو فحال شي مهرج، وسخت ليه الارض بالعاني. جلست تلعب وعطاتو يخرج ليها التمارين ورجعتو عاود كاع وعطاتو سميه سماتو جرانه. المهم خرج بمعلومه منها هي انها بغا تكون نجمه ديال الروك. رجعات اليشا للدار ولقاتها كتشطح فيه وتصدمت ملي شافت المنظر ديالو. بقات كتعتذر ليه وطلبات منه يكون المربيه ديال بنتها. هو ما بغاش ولكن هي بقات كتستعطف فيه. واحد هو مسكين كيبغيها ما قدرش يخسر ليها. قالت له غتبدا مع 7 ديال الصباح غير تكمل الخدمه سير ورجع مع 3 حيت الثانيه كتجي من المدرسه. عندي فضول نعرف شنو غيكون رد الفعل ديال باه ملي يعرفوا ولا ناني. صدموا فاش قال ليه اليشا مطلقه وعايشه غير هي وبنتها اللي عندها 6 سنين. قال له بنتها واش باغي يخرب لك حياتي؟ قال له مطلقه وعندها بنت وانت باقي؟ قال له هادشي كاع ما كيهمني. المهم وصل دارها ولقاها مخليه ليه لائحه ديال المهام، وبما انه ما مخصوصش فلوس عيط على شركه تاع التنظيف هي اللي غتكلف ليه بكاع دوك الاعمال وخلصهم الخلاص ديال سيمانه. اشنو يتعذبوا؟ مشى يتشاور مع المحامي قال له غير نسى ما عندك حتى دليل. واخيرا بان الشفار ديالنا سيد هارت جا للشركه وصدق غير كذاب وسميتو فارون. بان ليا معلمه حرفه كيشفر الناس البرامج ديالهم ويعود فيهم داك العقل عدو كيخدموا غير في التحراميات. ابهي هو راجع للدار لقى واحد الاعلان تاع لعبه تاع الروك وشراها لتانيا على اساس رشوه زعما. تانيا عجبتها اللعبه ولاو اصدقاء. فارون جا يعقد صفقه مع الشركه اللي خدامه فيها اليشا لو كيحاول يتقرب منها. جات اليشا للدار لقاتهم كيغنيو ومفاهمين عجبها الحال واخيرا لقات اللي يتفاهم مع بنتها. شداتو العشاء وصايبت ليه حتى القهوه وسولاتو كيفاش قرر يولي مربيه وهو راجل وهاد الخدمه ديال العيالات. قال ليها كيعجبوني الدراري الصغار. قالت له قدرتي دير مع بنتي اللي ما قدرت ديرو حتى شي وحده. وسولاتو واش مزوج ولا عنده شي صديقه. قال ليها لا وما عمر كانت عندي. يلا غتشاك فيه باللي الوينات ويقول لها لا 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 انا كنبغي البنات. قال ليها وزواجك؟ قالت له تزوجت على 18 عام وهو بان على حقيقته وطلقنا وما بغيتش نبقى في الهند وهو ما كانش مسوق لتانيا وملي لقيت خدمه هنا انتقلنا. وقبل ما يكمل الهضره عيط لا فارون. ايوا ابهي مشى في حالته عيط لباباه وقال له باباه قول لي شكون انت. ابهي قال ليه راه ما غاديش تشوف فيا هذا الحب راه مستحيل. قال له باباه اللي كيربح ماشي هو القوي هو السريع وهو الذكي وهو اللي كيتيق في راسو. قال له هذا الحب غيولي ممكن بك انت. باباه حكيم من بدايه الفيلم وهو كينصح فيه. رجعوا للشركه ضحكني هاد فارون شفار وكيتقاشح. كان كيقول للسيد بدلت بزاف الجهد في هذا البرنامج والعرض ما مناسبنيش وباز نحشمت بلاصتك. قال له بغى يدوبل تاع العرض و20% من الارباح. ايوا وافق على الشروط ديالو غير حيت كيتيق في البرنامج. غير مولاه كيضرب الجفاف على قلبه والشفار كيتنعم في الفلوس. مول الشركه قال فارون غنوقعوا العقد على شرط غتعطيني كاع الملفات تاع البرنامج نحطهم عندي. واتفقوا. هاد المره اليشا جات لقاتهم كيلعبوا. قالت لابهي اجي بغيت نهضر معاك. قالت له بغيتك تنصحني بما انك راجل. عاودات له على فارون وقالت له عرض عليا العشاء ولكن ما جاتش نتلاقاو بوحدنا وقررت تعرض عليه العشاء عندها في الدار مع الموظفين ديال الشركه. قالت له غدا طيب لي العشاء لستة ديال الناس وتايلاندي من الفوق. واش طيب حتى الهندي بقى غير تايلاندي. ايوا مسكين مشى كوموندا العشاء من برا. اليشا جات انيقه وابهي حل فمو فيها وبنتها كتقول ليه قول لي عجيتي زوينه. جاو الضيفان واللي جا كيجيب معاه شي حاجه وفارون ما صاب ما يجيب من غير قرعه الشراب. ابهي تفاجئ ملي شاف فارون في الدار. ايوا خاصو ما يخليهش يشوفو حاول ما امكن ما يبينش وجهه. قال اليشا سربيو راسكم تقليد تايلاندي. ايوا مره دخل باللور
مره درق وجهه بالطباصل، وفاش وصلوا للتحليه دهن وجهه بالشوكولات، عاد سربا ليهم الكيكه. مشاو الضيفان، بقى غير فارون اللي اكيد ما غيفلتش الفرصه. ابغي خليه، لا ضروري ما يخرب عليه. جلس يخبط في المواعن في الكوزينه. قال لها فارون ماشي خصو يمشي في حالته دابا. مشات عنده اليشا وقالت له خلي المواعن حتى الغدا وسير. ابغي يستسلم، لا دخل من شارجي من الكوزينه وشعل البريكه تحت من الانذار الحريق. ايوا طرق القمه ومشى فارون في حالاته. الغد لين مشى ابهي يشوف فارون صنطيح هاد السيد كيهضر معاه عادي بحال اللي ما داير والو، لا وكيقول له خاصك ترتاح. قال له في هاد الحياه كاين جوج ديال الناس، اللي كيصنعوا في حالك واللي كيبيعوا في حالي. قال له ابهي الا الناس في حالي ما صنعوش شنو غيبيعوا الناس في حالك؟ انت غير شفار. قال له فارون عندك عليا شي دليل؟ وعطاه شيك. قال له خودو ورجع في حالتك، البرنامج راه تباع. قال له ابهي غنعطيك فرصه ترد لي البرنامج ديالي. قال له فارون واشنو غيطرى لي ما رديتوش؟ قال له غنوري للعالم كامل بانك شفار. قال لي انت حمق، عطيتك فرصه تعاون راسك وما بغيتيش. قال له ابهي مادام عندي العقل حياتي في ايدي، ممكن تغير حياتك بالعقل ماشي بالفلوس. عنده الحق، حنا اللي كنديروا الفلوس ماشي هما اللي كيديرونا. مشى ابهي للشركه ودفع السي في ديالو. قال له المسؤول الشهادات ديالك عاليه وهاد الخدمه ما مناسباكش. قال له ملي انت كتشوفها ماشي من المستوى ديالي اعتبري حتى انا ما عنديش المستوى وعطيها ليا. وعطاها ليه. قال لي غنطلبك طليبه، عندي خدمه اخرى وما نقدرش نجي مع سعود، ولكن غير سالي الخدمه نجي. قال له انت بالمؤهلات ديالك ما تلتزمش بالوقت، غير دير خدمتك. وطبعا ابهي ما غيضيعش الوقت وبدا الخطه ديالو. اول حاجه دار يشوف بلاصه الكاميرات في الدار. طلبات ثانيه من ابهي يعاونها في المسرحيه اللي كلفاتها بها المدرسه. وقبل ما يخرج من بيتها قالت له كتبغي ماما؟ قال لها ما تقوليش هاد الهضره ناسي. قالت له الا كنتي كتبغيها نقدر نعاونك. قال لها انت عندك 5 سنين. قالت له انا في هاد الامور شداك. قالت له ولكن عندنا مشكل، فارون وماما كيعجبها فحال داك النوع، ولكن انا كنبغيك انت وكنكرهه هو. الغد لين مشى يجيبها من المدرسه. قالت له انت ماشي من النوع اللي كيعجب ماما وما يمكنش نغيروك. قال له ايوا شنو ندير؟ قالت له دوز معاه بزاف ديال الوقت وبوحدكم. باللي شافت فيه الاب اللي كتمناه. رجعات اليشا للدار ولقات ابهي كيغسل المواعن وكي ديما. قالت له بغيتك تنصحني اشنو رايك في فارون واشنو ندير معاه؟ سولها واش كتبغيه. قالت له لا الحب غير وهم، انا ماشي سلبيه، وفي المدرسه كنت كنامن بيه وكنت كنحلم بالامير الساحر، وجا واحد ولكن ما صدقش هو داك الامير وما بقيتش كنامن. دابا الا لقيت واحد يخليني سعيده ويقبل بثانيه في حياته بارك. قال لها واش كتظني باللي فارون هو داك الراجل؟ قالت له واقيلا. قال لها ايوا ديري الحاجه اللي تفرحك. قالت له وانت شنو كدير هنا؟ المواعن يتسناو حتى الغدا وثانيه ما كايناش هنا. قال لها واشنو عندي ما يدار في هذا الليل؟ طلعت لي سنغافوره في راسي. قالت له كضحك ياك؟ سنغافوره زوينه والبنات هنا زوينات وانت عازب، خاصك تدوز وقت زوين. قالت له كره البنات كيتسناو فيك وانت كتغسل المواعن هنايا حتى واحد ما شافك. قال لها البنات ما كيتسناوش راجل في حالي. قالت له علاش؟ قال لها حيت في حالك حتى هما كيقلبوا على الامير الساحر. زعما راني خايب وحتى واحد ما كيشوف فيا، انت زوينه وإلا خرجتي تقلبي على راجل غتلقاي الغرق، انا لا. قالت له واش كتظن الناس كيديو غير على الشكل؟ قال لها وراه هادشي اللي كاين. قالت له كاين صفات اخرين من غير الزين. قال لها وإلا تبت لك بلي تي غالطه ايوا تحداها وخيبها ورجعها نسخه منه وخرجوا للشارع. قال لها التحدي هو تجيبي نمره شي راجل عاد نتايقك. مشات وكلها ثقه، حاولات شحال من مره ولكن حتى شي واحد ما داها فيها، حتى ولات هي كتقول ليه لا لا هاد الحب مستحيل. قالت له ما متيقاش كيفاش ولاو الناس سطحيين. قال لها انا ما نقدرش نغير طبيعه الناس ولكن وقت ما احتاجتيني هاني كاين. قالت له كنت محتاجه نسمع بحال هاد الهضره. وشكراتو دازوا على واحد المحل اللي كيتباع فيه الحواسيب وتما عرفاتو باللي هو مولع بيهم. قال لها هادو هما حبي الثاني، ملي كنكون مقلق كنجي هنايا. ايوا عيط ليها فارون وعرض عليها يشربوا قهوه. قالت له انا مع الصديق ديالي دابا ما غاديش نقدر نجي. في الشركه عقدوا اجتماع باش يتفقوا على كل شيء، حيت صافي الغد لين غادي يخرجوا البرنامج للعلن وغيكونوا حاضرين حتى القنوات اللي غتنقل الخبر للعالم كامل. اما ابهي قدر يعطل الكاميرات وصايب كارطه اللي يحل بها الباب وقدر يغير في الاعدادات ديال البرنامج ديالو. بان لي فارون شي ما غيطيع عليه. في الليل قالت ثانيه لماماها غدا عندي المسرحيه وخاصك تحضري، وبس
وبالصدفه نهار الحدث هو نهار المسرحيه. اذا اليشا غتمشي للمسرحيه عاد تمشي للعرض، وقالت لابهي حتى هو يجي يتفرج فيها. وقبل ما يخرج من بيتها قالت له ايوا عنقني، واليشا كتفرج فيهم وعاجبه الحال، ويلا بغى يمشي في حاله. وهي تعرض عليه اليشا يشرب معاها قهوه، وما يمكنش اليشا تدوز الجلسه بلا اسئله. باللي بدات كتغير التفكير ديالها وولات مهتمه بابهي كثر. قالت له شكون هي الحب الاول ديالك؟ انا عارفه باللي ما عمر كان عندك شي صديقه، شنو القصه؟ قال ليها كاين واحد البنت كنت وباقي كنبغيها. اليشا ما عجباش تسمع هاد الهضره، وقال ليها دازت 7 سنين وهي حتى ما كتعرفنيش شكون انا. اليشا تفاجات، قالت له اي وحده كتبغي الراجل يكون كيحماق عليها. قال ليها خاصها تبغيني لراسي ماشي حيت كنبغيها. قالت له وفينا هي دابا؟ قال ليها كون راك تشرب قهوه في شي بلاصه مع شي فاشلين ويلا غيقول لها الحقيقه. وهو يجي فارون غير دخلو شاف ابهي قال له اش كدير انت هنايا؟ قالت لهم اليشا كتعرفوا بعضياتكم؟ قال لها فارون منين كتعرفيه؟ قالت له راني ديال تانيا. قال لها غير كيكذب عليك، هذا غير مسطي تابعني من الهند وباغي يشفر لي البرنامج ديالي. هذه هي ضربني وبكى وسبقني وشكا، الكذوب ساري ليه في الدم. قال لها كيستغلك باش يوصل ليا. حاول ابهي يدافع على راسو ولكن فارون ما خلاش ليه فرصه، طلعو كذاب وشفار قدام اليشا. الغد لين مشات تفرج في المسرحيه وشافت باللي احداث المسرحيه هما نيت اللي كانوا طراو معاها. ملي سالات المسرحيه مشات تسول بنتها منين جابت هاد القصه. قالت لها ابهي اللي قالها ليا، وتما سرات معاها باللي ابهي هو نفس الولد اللي نقدها وباللي ما يمكنش يكون كذاب. ومشاو يقلبوا عليه في البلاصه اللي كتعجبو ديال البيسيات، وباش تلقاه دغيا دارت اعلان في المحل. قالت له اسمح لي حيت ما تيقتكش البارح، حتى ما يمكنش اديني حيت كتبغيني. انا هي البنت اللي بغيتيها 7 سنين هادي وانت اللي نقدتي حياتي. انا كنت كنقلب على الحب في البلايص الغالطين، والحب الصادق كان ديما قدامي ولكن ما شفتوش حيت انا حمقى. انا غير بنت ولكن معاك كنحس براسي اميره. بان راه ماشي انت الخاسر، انا اللي خاسره. من بعد داك الاعلان العاطفي بان ابهي ومشاو لبلاصه العرض، وتفاجئ فارون باللي البرنامج عليه كود، وحاول شحال من مره يدخل ليه ومبغاش يدخل ليه. وصلات اليشا وطلب منها المدير تصلح الوضع، شدات الميكرو وقالت الناس البرنامج ما بغاش يخدم حيت فارون ماشي هو مولاه، وقدمات لهم ابهي المبرمج الاصلي. الصحافه كتصور ابهي قال مول الشركه على داكشي اللي وقع ليه في الهند، وفارون قال له شنو هو الدليل ديالك؟ قال له الدليل في الشاشه، كون كنتي انت مولاه كون قدرتي تفتحو واخا فيه الكود. ايوا شتي يا فارون، ها هو دارها بصح وفضحك قدام العالم. واليشا خلات المدير يعطي نفس العرض اللي عطى الفارون لابهي. قال ابهي عطيني الكود. قال اليشا راكي عارفاه صدق داير سميتها هي الكود. قال له المدير مبروك عليك وليتي لاباس عليك. واخيرا قال لها كنبغيك، والعالم كله شاهد على قصه ديال الحب ديالو. كيبان لك باباه فرحان ولدو اخيرا نجح في حياته المهنيه والعاطفيه. والعبره اللي غنخرجوا بها من هذا الفيلم حنا كاملين زوينين، حتى شي واحد ما خايب، كل واحد عنده حقه من الزين، كل واحد زوين في شي حاجه. ربي عادل، واخا ما خلقناش كاملين زوينين في الشكل ولكن فرق الزين. كاين اللي زوين في وجهه، كاين اللي زوين في اخلاقه، في عقله، في قلبه، في التعامل ديالو. كل واحد والزين في الرزق ليه الله، حتى واحد ما كامل، الكمال لله وحده. خاصنا نرضاو بخلقه الله وما نتعاملوش مع الناس على اساس الشكل ديالهم. ربي خلقهم هكاك والحكمه هو اللي عارفها، والحمد لله والشكر لله على كل حال. حتى لهنا كيكون سال الفيديو ديالنا، نشوفكم في فيديو جديد مع قصه جديده وعبره جديده، ودمتم في امان الله.